ثواني بس كده، انا عايز حد يشرح لي الكرة اللي انا شفتها دي. يعني ايه؟ يعني هو اللي انا شفته بعيني اللي زيدان عمله ده صح؟ انا اول مرة في حياتي اشوف الكرة دي لزيدان. يعني ايه الحركة دي مع منتخب فرنسا قدام كرواتيا؟ اللقطة دي حسام بيقولوا كان منزلها وبيفكرنا بذكريات زيدان. انا اول مرة اشوفها، انا استغربت الوقت. يا اسطى هو عادي كده، عادي كده الكور دي بتتعمل عادي كده من غير اي مشاكل ولا اي حاجة. يعني انا طول عمري اسمع عن زيدان، بس اول مره اعرف ان زيدان فاجر كده يعني. يا اسطى بالعقل شويه يعني، واحنا كنا بنقارنك ببلينجهام عشان الموسم اللي عمله بنقول عليه زيك. ده بلينجهام يجي يمسح لك الجزمه. ده ايه ده؟ انا دلوقتي فهمت ليه زيدان من احسن لعيبه التاريخ، وفهمت ليه في ناس كتير بتقول عليه من احسن لعيبه التاريخ. يعني انا لا، هو الراجل تقيل تقيل قوي. انا ما عصرتوش بس شفت له كور كتير. الراجل كل مدى بيثبت لي واحس ان هو لا، كان لعيب مختلف قوي فعلا، ويتقارن باي حد عادي جدا ويبقى احسن منه بسهوله. منه ليلات شاوميني براويتا وكامافينجا وبلينجهام والاشكال دي اللي خلتنا نفتكرهم ان هم بني ادمين ولاعيبه بجد. ايه ده؟